المواضع في الفيسبوك موضوع مهم جدا جدا جدا. ناس كتير مش واخدة بالها منه لما تيجي تعمل اعلان ممول. لازم تستخدم المواضع في الفيسبوك استخدام كويس، لان المواضع دي ممكن تقلل تكلفة النتيجة بتاعتك، وممكن تزود تكلفة النتيجة لو انت استخدمتها بشكل خاطئ. يعني مثلا لو انا عامل فيديو عرضي اللي هو الفيديو بتاع اليوتيوب او الفيسبوك دي، وانا الفيديو بتاعي ده ما ينفعش يظهر في حالات الواتساب، او مش هيظهر بشكل كويس في حالات الواتساب، مش هيظهر بشكل كويس في الانستجرام. ففي الحالة دي انا لازم اقلل المواضع بتاعتي. انا دلوقتي هدخل معاك على الشاشة من داخل مدير الاعلانات عشان اقول لك ازاي تستخدم المواضع بشكل صح، ازاي تقلل تكلفة النتيجة بتاعتك، لان انت ممكن الاعلان بتاعك يظهر في مواضع وما يظهرش بشكل كويس، فبالتالي مش هتجيب نتائج، فبالتالي هترفع التكلفة بتاعتك. انا هشرح لك دلوقتي ازاي تستخدم المواضع كويس من داخل مدير الاعلانات، وازاي تحدد المواضع الصح بناء على المحتوى بتاعك اللي انت بتقدمه. عشان ما اطولش عليك في المقدمة، يلا بينا نروح على الشاشة من داخل مدير الاعلانات عشان اشرح لك كل حاجة عملي بالتفصيل. هنلاقي هنا حاجة تحت اسمها المواضع. المواضع دي مهمة جدا جدا، ويا ريت محدش يعملها. دي المكان اللي بيظهر فيه اعلاني، او الاماكن اللي انا بحدد للفيسبوك ان هو يظهر فيها اعلاني. طبعا انا هلاقيها هنا شغالة ادفانتج. احنا طبعا هنا اخترنا تضمين حالة واتساب، لو احنا عايزين نقفلها بنقفل، بنضغط على اكس هنا. طيب لو جينا هنا على مواضع ادفانتج وضغطنا عليها بالطريقة دي، هلاقي ان هو بيقول لي هو مستخدم هنا ادفانتج، يعني هو بشكل تلقائي هيظهر الاعلان بتاعك في الاماكن اللي هو شايف ان هي هتجيب لك اقصى استفادة من الميزانية بتاعتك. طب لو انا عايز احدد المواضع اليدوية، وده اللي انا بعمله شخصيا وانت ليك طبعا مطلق الحرية، بنضغط هنا على المواضع اليدوية. هلاقي هنا بيقول لي المنصات اللي بيظهر فيها الاعلان بتاعي، يعني هو بيقول لي ان هو بيظهره في فيسبوك وانستجرام واوديس نتورك وماسنجر وواتساب. فانا شخصيا بقفل هنا الاودينس نتورك وبقفل الماسنجر، لان الماسنجر هنا مش معناها ان هو بيبعت رسائل للناس على الماسنجر، لا، في اعلانات كده بتجيلك لما تفتح الماسنجر من فوق بتلاقيها ظاهره، فهو بيظهر الاعلانات في المكان ده. فانا شايف ان هي مش مفيده، فانا بسيب الفيسبوك والانستجرام والواتساب. طيب اجي هنا برضو احدد له الاماكن. يعني بالنسبة للفيسبوك مثلا او الانستجرام، انا بحدد يظهر فين في الفيسبوك والانستجرام. يعني هنا مثلا موجز الفيسبوك ماشي، موجز الملف الشخصي على الفيسبوك ماشي، موجز الانستجرام، موجز الملف الشخصي على الانستجرام. الفيسبوك ماركت بليس لو انا مش بقدم منتج، فمن الافضل ان انا بقفلها هنا. ليه؟ لان طبعا الماركت بليس الناس بتبحث فيه عن المنتجات. يعني هنا انا بختار الاماكن اللي يظهر فيها الاعلان بتاعي على الفيسبوك والانستجرام والواتساب بناء على نوع المنتج بتاعي اللي انا ببيعه او الخدمة اللي انا بقدمها. هنيجي هنا برضو للقصص والحالة والريس، فبختار زي ما انا عايز طبعا الاماكن اللي انا عايزها. طب انا بستخدم المواضع اليدوية ليه ما بسيبش الادفانتج؟ لان انا الاعلان بتاعي ممكن يكون مثلا شكله عرضي، ففي الحالة دي الاعلان بتاعي مش هينفع يظهر مثلا في الريلز او في حالة واتساب، او هيظهر بس مش هيبقى شكله كويس. ففي الحالة دي انا بختار الاماكن المناسبة اللي يظهر فيها الاعلان بتاعي. وانا طبعا زي ما قلت لك ليك مطلق الحرية ان انت تسيب الفيسبوك هو اللي يختار المكان اللي يظهر فيه الاعلان بتاعك، او ان انت تختار الاماكن بنفسك. وانا طبعا اهم حاجة يكون ان انا وضحت لك بشكل صحيح ازاي تختار الاماكن اللي هيظهر فيها الاعلان بتاعك. طيب هنيجي نضغط كده على التالي بعد ما خلصنا المجموعة الاعلانية بتاعتنا واعدادات الاد ست بتاعتنا، وهنيجي للمرحلة الثالثة والاخيرة وهي مرحلة الاعلان بتاعنا. هنا طبعا بنكتب اسم الاعلان بتاعنا، وليكن مثلا تسويق واحد، تسويق واحد مثلا. فهننزل تحت هنا هنلاقي ان هو بيقول لي
إعداد الإعلان. إعداد الإعلان دي فيها حاجتين، فيها إنشاء إعلان وفيها ترويج المنشور. في الأول كان بيقول لي يا إما إنشاء إعلان يا إما استخدام منشور حالي، هي طبعا الاتنين واحد. إنشاء إعلان دي في حالة إن أنا عايز أستخدم بوست جديد أو إعلان جديد أنا هنشئه من هنا، يعني مش موجود عندي على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. إنما ترويج منشور دي معناها إن أنا هختار منشور من الصفحة بتاعتي، هو بالفعل موجود على الصفحة بتاعتي. طب إيه هي المميزات بتاعت دي وإيه هي المميزات بتاعت دي، وأنا أستخدم كل واحدة إمتى؟ بالنسبة لإنشاء إعلان الأول واللي إحنا بنسميها دارك آد او الاعلان المظلم، البوست بتاعنا هنا بيبقى دارك بوست، يعني البوست المظلم. يعني ايه؟ يعني الاعلان بيكون شغال والاعلان بيروح للناس اللي انا محددها في الاستهداف التفصيلي بتاعي، او بيروح في الاماكن اللي انا محددها في الموقع بتاعي في الاستهداف، انما مش بيظهر على الصفحة بتاعتي. يعني انت لو دخلت على الصفحة بتاعتي مش هتلاقي الاعلان ده موجود. فبالتالي هنا انا بستخدم دي لو انا مش عايز المنافسين بتوعي يدخلوا على الصفحة ويشوفوا الاعلان او يكتبوا كومنت او الكلام ده كله على الاعلان بتاعي، وعايز اخليه يظهر بس للناس اللي انا مستهدفها. ففي الحالة دي انا بضغط على انشاء اعلان. ايه الميزة التانية لانشاء اعلان؟ الميزة التانية والمهمة جدا ان انا لو لسه منتج جديد هعمل له اعلان وعايز اجرب اكتر من حاجة، عايز اجرب صورة، عايز اجرب ديزاين، عايز اجرب فيديو للاعلان بتاعي، عايز اغير الكابشن اكتر من مرة، ففي الحالة دي انا بختار انشاء اعلان عشان اشوف الفيسبوك هو هيقول لي ايه هو الاعلان الافضل او اللي ماشي بشكل كويس. في الحالة دي طبعا انا هنا بختار إضافة وسائط، فبختار الإعلان بتاعي إذا كان صورة أو فيديو. بعد ما أضغط مثلا وليكن على صورة بختار الصورة بتاعتي من هنا، ولو هي مش موجودة في مدير الإعلانات بتاعي فبضغط على تحميل وأحملها طبعا من الجهاز بتاعي. وبعد ما أحمل الصورة بتاعتي بكتب له هنا تحت طبعا النص بتاع الإعلان بتاعي، وهنا الكول تو اكشن اللي هو الدعوة لاتخاذ اجراء، وده مهم جدا جدا جدا. يعني انا لو هعمل اعلان عن كورس مثلا فبخلي مثلا الكول تو اكشن بتاعي تسجيل. لو انا بعمل عن اشتراك في مناسبة معينة او اشتراك في عرض معين فبسيب فبخلي الكول تو اكشن بتاعي اشتراك. كول تو اكشن ده زي زرار بيبقى ظاهر تحت. يعني خلينا مثلا نيجي نختار كده اي صورة من عندنا هنا، وليكن الصورة دي، وبنضغط على التالي والتالي، وبشغل طبعا التحسينات بتاعتي هنا واضغط على تم. كده انا حطيت له صورة في الاعلان بتاعي. انا كده ضفت الصورة بتاعتي. وفي نقطة مهمة صح هنا عايز اقول لك عليها اللي هي تنسيق دوار. انا بختارها امتى؟ لو انا عندي عدد صور كبير وعايز اخليه يعمل زي تدوير ما بين الصور ما بينها وما بين بعض. اعلانات عن معلنين متعددين دي طبعا انا بلغيها هنا، لان انا مش عايز الاعلان بتاعي يظهر مع اعلانات المعلنين التانيين او المنافسين. طيب بص، لو لاحظت هنا تحت هتلاقي ارسال رسالة، ده الكول تو اكشن اللي انا بقول لك عليه او زر اتخاذ الاجراء. فانا هنا بغيره طبعا، ممكن اخليه وليكن مثلا تسجيل مثلا. هلاقي ان الزرار اهو اتغير معايا تحت هنا تسجيل. الجملة اللي على اليمين هنا اللي انا بكتبها وليكن مثلا هلاقيها هنا في العنوان، وليكن مثلا انا عايز اقول للعميل سجل الان. ده اسمه العنوان بتاع الزر بتاع الكول تو اكشن. يبقى انا بكتب هنا العنوان على اليمين وهنا الكول تو اكشن على الشمال. طيب انا اقدر برضو اعمل اعلان تاني فيديو. يعني انا ممكن اضغط على تكرار الاعلان واعمل اعلان تاني او نسخة تانية، بس اختار ان النسخة التانية دي تكون فيديو مثلا. يبقى احنا كده عرفنا في حالة ان احنا نعمل انشاء اعلان جديد او ان احنا هنعمل دارك اد، احنا نعمل كده ازاي، وازاي نعمل اكتر من اعلان عشان نقدر نختبر الاعلانات بتاعتنا ونشوف ايه هو اللي هيجيب نتائج افضل، الصورة ولا الفيديو.
طيب لو انا عايز اختار بوست من الصفحة بتاعتي، يعني بوست موجود بالفعل على الصفحة بتاعتي، فباجي هنا اضغط على انشاء اعلان وبختار ترويج المنشور. طبعا اول ما بختار ترويج المنشور فبلاقيه هنا بيقول لي تحديد منشور، فبضغط هنا على تحديد منشور واختار طبعا المنشور بتاعي اللي انا عايز اموله من الصفحة بتاعتي، وليكن بختار اي منشور هنا مثلا واضغط على متابعة. فمجرد ما اضغط هنا على نشر، الإعلان بتاعي بيبدأ يتراجع، وفي خلال ساعة أو ساعات هلاقي إن الإعلان بتاعي بدأ ينتشر ويشتغل بشكل كويس، وتبدأ تجيلي رسائل منه. يا رب يكون قدرت أوصل المعلومة بشكل صحيح وما بخلتش عليكم بأي معلومة أنا أعرفها. لو أنت عندك أي سؤال أو أي استفسار أنت ممكن تكتبه لي تحت في الكومنت. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.